هكذا نربي. كتاب للدكتور والاستشاري النفسي والتربوي مصطفى أبو سعد. هكذا نربي كتاب فيه خلاصة لقاء الدكتور مصطفى مع المراهقين والأطفال، ولقاؤه أيضا مع آبائهم، والتعرف على مشاكلهم، أصلها وسببها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معنا كتاب جميل يهم الآباء لتربيتهم لأبنائهم، وخصوصا علاقتهم بالمراهقين. يقول الدكتور مصطفى أبو سعد أنه قدم في هذا الكتاب 50 معيارا من خلاله يمكن استيعاب المفاهيم والمضامين الخاصة بالممارسة الإيجابية للآباء في تربية أبنائهم، وخصوصا في علاقتهم مع أبنائهم المراهقين. وقدم الدكتور مصطفى في هذا الكتاب وقائع وأمثلة حقيقية من أسر ونماذج من تجارب تربوية عاشها وعايشها مع الآباء والأبناء. وقدم لنا 5 مهارات لرفع كفاءة المعايير 50 للأسرة الفعالة. المهارة الأولى هي تعلم الإنصات، تعلم فن الإنصات. سماه الدكتور بالفن لأن الإنصات شيء مهم. يقول الدكتور: يجب أن تنصت لأبنائك، أن تعطيهم حق الكلام، وأن تعطيهم حق الاستماع لهم. والإنصات غير الاستماع. الإنصات هو الاستماع بتمعن، يعني تعطي أذنك وعقلك وقلبك لابنك. والمهارة الثانية هي التربية على الاختيار. يقول الدكتور مصطفى: علم ابنك الاختيار، اترك له حق الاختيار. أنت فقط عليك التوجيه، عليك النصح، عليك البيان، واترك له هو في الأخير الاختيار، حتى يتعود على تحمل مسؤولية اختياره إذا كان خاطئا أو صوابا. أما المهارة الثالثة، يقول الدكتور: اسعى أولا لتفهم ثم لتكون مفهوما. يعني حاول أن تفهم ابنك، أن تفهم المراهق، أن تفهم تفكيره وسلوكه قبل أن تطلب منه هو أن يفهمك ويفهم توجيهك. وأما المهارة الرابعة فهي التكاتف الأسري، بمعنى يقول أن تكون الأسرة متكاتفة حول رأي واحد وحول توجيه واحد للمراهق. وأما المهارة الخامسة فهي اللمسة الأبوية، اللمسة الأبوية التي تجمع كل هذه المهارات. اللمسة الأبوية فيها الحب، فيها الحنان، فيها العطف، فيها التوجيه، وليس فيها الضرب أو التوبيخ أو التأنيب. هذه هي اللمسة الأبوية الحنونة. فهذا المراهق كان طفلا منذ ولادته، له شخصية مستقلة أعطاها له الله تعالى من خلال الفطرة النقية التي ملكه إياها، وملكه قدرات وطاقات ومواهب. وعلى المربي أبا أو أما أن يكتشف هذه الطاقات وهذه القدرات وهذه المواهب، وأن يساعد ابنه على تنميتها. لذلك وجب أن يوفر له الجو الملائم والجو المناسب لتنمو مهاراته وقدراته وطاقاته، ويساعده على اكتشافها هو أولا. وفكرة جميلة أعجبتني، يقول أن أبناءنا في سن المراهقة ليسوا كما كنا نحن في سنهم، فوضعهم مختلف وزمانهم مختلف، وتجاربهم الشخصية ليست مثل تجاربنا، وقصة حياتهم اليوم تختلف تماما عن قصة حياتنا بالأمس. وقدم كلمات مفتاحية للتعامل الإيجابي مع نمو الأطفال والمراهقين. يقول أن هذه المرحلة مرحلة النمو ومرحلة النضج، تحتاج من الآباء التفاهم وإعطاء أبنائهم قواعد وقيم ومبادئ إيجابية أن يقدموها لأبنائهم عن طريق الحب وعن طريق الصداقة وعن طريق الاحتواء. فنفسية المراهق تكون هشة، وهي في حاجة لمن يحتويها ويفهمها. واحتواء نفسية الطفل يكون بالحب، ويكون بالمدح، ويكون بتقبل أخطائه وتصرفاته التي لا تعجب الآباء في بعض الأحيان.
ويكون أيضا بالفهم وبالعدالة، يعني أن تنصف بين أبنائك، وأن تعاملهم بحب وبعدل، ولا تقارن ولا تميز بين الكبير والصغير، ولا تميز بين الذكر أو الأنثى. ويقول أن مرحلة المراهقة مرحلة مهمة في حياة الإنسان، إذ فيها تكتمل شخصيته، فضلاً عن كونها مرحلة اكتشاف وانفتاح وعطاء. مرحلة اكتشاف يسعى فيها المراهق إلى اكتشاف ذاته في كل أبعادها الفيزيولوجية والنفسية والروحية والاجتماعية، ويسعى دائماً المراهق لاكتشاف مكانته ودوره ضمن الجماعة والأسرة والمدرسة والمجتمع. لذلك تجد المراهق مندفعا لأن عنده طاقات يجب أن يخرجها، فمساعدته أن يخرجها في المجالات الإيجابية تجعله إنسانا إيجابيا في المستقبل. والمرحلة الثانية هي مرحلة الانفتاح، التي يبدأ فيها المراهق بتكوين صداقات مختلفة، ويتعرف على العالم حوله الخارجي والمجتمعات والمجموعات الشبابية التي يتعرف عليها. فإذا كان هذا المراهق نفسيته مرتاحة مبنية على أساس سليم، سيعرف حسن الاختيار، سيختار المجموعات الشبابية التي فيها الخير وفيها الصلاح له ولمجتمعه. ومرحلة العطاء التي يشعر فيها المراهق بأن لديه إمكانيات كبيرة، وهو دائما على استعداد للبذل والعطاء والمساعدة والإنجاز. لذلك يقول: اتركوا للأبناء المراهقين، اتركوا لهم الحق في البذل وفي العطاء وفي المساعدة وفي العمل الاجتماعي، حتى يشعروا بذاتهم ويشعروا بقيمتهم في مجتمعهم. وبعد هذا الكلام الجميل أعطانا الدكتور مصطفى سلوكيات وضحها للآباء، يقول أنها سلوكيات خاطئة وتكون سببا في قطع حبل التواصل بين الأبناء وآبائهم، والمراهقون محتاجون لآبائهم أن يكونوا بجانبهم، وخصوصا الآباء. يقول إن التشدد والصرامة من جانب الآباء قد يقطعان حبل التواصل. وقد لاحظ أحد الباحثين الدكتور ميك فيرسون أن المراهقين السلبيين نشأوا في بيت يقوم فيه الأب بإلقاء النصائح والخطب بغض النظر عما يريده المراهق، وهكذا لن يجد المراهق فرصة للانفتاح على والديه حتى يشكي لهم همومه أو مشاكله، فيغلق على نفسه ويكتم على نفسه ويكتم مشاكله داخله، فيصاب إما بالاكتئاب والخمول، أو يصاب بالتمرد والهمجية والتشرد ربما في بعض الأحيان، أو التعرف على أصدقاء السوء. وفي دراسة أخرى قام بها باحث آخر اسمه الدكتور جيمس ألكسندر، وجد أن آباء المراهقين المنحرفين لم يتيحوا لأولادهم فرصة التفاهم، كما لم يحاولوا إشراكهم معهم في أي عمل جماعي. يعني الآباء قاموا بإقصاء المراهقين، فكان الانحراف نتيجة حتمية لانعدام لغة التفاهم والتواصل بين الأبناء والمراهقين. ويقول الدكتور مصطفى: لتفادي كل هذه المشاكل يجب عليك أن تتعرف على مكونات شخصية أبنائك، وتفهم نفسيتهم وما يضايقهم وما يسرهم، وتعرف على نقاط القوة فيهم كاعتزازهم بأنفسهم أو كونهم منظمين أو صادقين، فضلا عن أنه لازم أن تتعرف على نقاط ضعفهم. ركز على إبراز محاسن شخصية ابنك وعززها له بالدعم وبالمديح، واحفظ كرامته ولا تحتقره أو تضربه أو تهينه أمام أحد. تذكر أن هدف التربية الأساس هو حفظ الكرامة. احفظ لابنك المراهق كرامته لكي يعتز بنفسه ويفخر بنفسه ويفخر بك، لكي تفخر به أنت أيضا في المستقبل. ركز على إبراز محاسن شخصية ابنك وعززها بالدعم وبالمديح، وتذكر أن هدف التربية الأساس هو حفظ شخصية الطفل وحفظ كرامته لكي تفخر به ويفخر بك. متعكم الله بأبنائكم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لا تنسوا دعمنا
بلايك وبالاشتراك إن لم تكونوا مشتركين. شكرا وجزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء.